قسما بالله لو فتحتي بقك لكون قتلهولك، وانت عارفه انا ممكن اعملك كويس قوي. مسلسل إقامة جبرية اللي اتعرض على منصة واتش إيت ده يعتبر من أهم الأعمال الدرامية المصرية اللي جمعت بين التشويق والدراما النفسية. النجمة هنا الزاهد قدمت أداء جامد جدا في دور شخصية سلمى اللي بتخليك تتعاطف معاها وتبقى خايف منها في نفس الوقت. المسلسل حقق تفاعل كبير بين الناس وفضل على قمة الترندات وقوائم المشاهدة، وأثبت إن الدراما النفسية بتعجب الجمهور لو اتعملت بجودة. سلمى دكتورة صيدلانية عندها اضطرابات نفسية بتخليها ترتكب جرائم بشعة، بداية من إنها بتدفع جوزها سيف للانتحار لغاية محاولاتها للتخلص من أي حد بيقف قدامها. الدراما بتشتد مع دخول الدكتورة عايدة اللي بيقدم دورها صابرين اللي بتحاول تثبت جرائم سلمى، وابنها موسى اللي بيكتشف أسرارها ويبدأ يطاردها. المسلسل مليان شخصيات معقدة زي رجل الأعمال عز اللي بيواجه سلمى وبيكشف جزء من ماضيها الأسود. النهاية كانت صعبة، كشفت بعد كده إن في إشارة خفية إن سلمى ممكن تكون لسه عايشة، وده فتح الباب لجزء تاني تم الإعلان عنه رسميا. الحلقة الأخيرة جمعت بين الإثارة والدراما، خاصة مع كشف عن طفولة سلمى اللي عانت من عنف والدها، وده اللي خلى أمها تتحمل التهمة عنها. المسلسل اتميز بإخراج أحمد سمير فرج اللي قدر يخلي التوتر يفضل عالي من أول الحلقة لآخرها، زي مشاهد محاولة سلمى تسمم عايدة في المستشفى والمواجهات النفسية بينهم. بس في ناس انتقدت إن الإيقاع كان بطيء شوية في حلقات، وقالوا إنه مش عميق بالمقارنة مع أعمال درامية أخرى. الحلقات حققت تفاعل ضخم، خاصة إن الموضوع طرح أسئلة عن الصحة النفسية والانتقام. هنا الزاهد اللي نقل تناقضات شخصية سلمى ببراعة، وكمان محمد الشرنوب وصابرين اللي قدموا أداء مميز خلوا الأحداث تبان واقعية. هل هنشوف سلمى في جزء تاني؟ مسلسل إقامة جبرية خطوة جديدة في الدراما النفسية العربية، ورفع سقف التوقعات للجزء الثاني اللي ممكن يكشف مصير سلمى الحقيقي وأسرار جديدة. المسلسل يستحق المشاهدة لمحب التشويق والتفاصيل النفسية اللي بتخليك تفكر كتير. لو عايز تشوف الحلقات أو تعرف تفاصيل أكتر، تقدروا تزوروا منصة واتش إت اللي بتعرض المسلسل بشكل حصري. سلام.